وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. السلام عليكم، شلونكم بنات حبيباتي؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونون كلكم بخير وصحة وسلامة وعافية. بلشت وياكم روتيني بعد يعني العشاء، بعد ما خلصنا العشاء وكملنا هنا قالوا لي سوينا شاي عادي، سوينا شاي كرك. فحبيت أشارك الطريقة وياكم. مثل ما شفتوا بالبداية خلينا المي وخليت الهيل والدارسين والأعواد مالت القرنفل والشاي، يعني بعد ما غلن غلوتين ثلاث خليت فوقاهم خاشوقة ونص شاي. آخر شي بعد ما يغلي الشاي والمواد اللي خليناها نخلي الحليب ويصير عندنا أطيب شاي كرك. وهنا صبيت لهم وشربنا وسهمنا وسهمكم ألف عافية يا بنات. وطبعا أعتذر عن الغياب اللي صار بهذه الفترة، صار لي تقريبا 12 يوم ما نزلت لكم فيديو، وشوي كانت الظروف يعني تعبانة، وكنت أنا شوي مريضة فما كان إلي خلق يعني أنشر أي فيديو. وهذا الفيديو بنات طبعا مو جديد، قديم، وبس سجلت الصوت عليه، وإن شاء الله راح أنشر لكم إياه، لأن مثل ما قلت لكم تعبانة وما لي خلق ولا أي شي، فما حبيت أنقل لكم الطاقة السلبية. دائما أنا معودتكم على يعني الإيجابيات وعلى الروتين الحلو، فما حبيت أنقل لكم طاقة سلبية وتشائمون تصيرون من الفيديو. المهم يا بنات، هنا خلونا نصلي على محمد وآل محمد وناخذ بركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يا بنات راح أشارك وياكم طريقة المعجنات اللي شفتوها بآخر فيديو إذا تتذكرون. أكو واحدة من الأخوات طلبت الطريقة، وهذه طبعا إلها ولأي وحدة يعني تريد تتعلم الطريقة، فإن شاء الله يا رب تستفادون من عندها وإن شاء الله تنجح وياكم. ومثل ما شفتوا أول شي خليت خاشوقتين خمرة، خاشوقتين شكر، وذوبتهم بنص قلاص مي دافي. وهنا راح أقيس بهذا الكوب، أقيس كل المواد بالكوب اللي دا أقيس بيه الطحين. راح أخليه 4 كوابة من الطحين خليتهم هنا. والطحين يا بنات متعدد الاستخدام، يعني مو شرط إلا طحين فاخر أو فد شي. وهنا خليت كوب شكر، والقياس كله بهذا الكوب بنات، يعني ما عليكم ذن اللي شلتهن خلي بيهن الشكر أني، ذن اثنيناتهن صارن كوب واحد. هنا أنا خليت خاشوقتين من الحليب، العفو، حليب الباودر. 4 كوابة طحين، كوب من الشكر. أنا أريد أسويها حلوة يعني ما أريدها مالحة، انتو الحلات تتحكمون بيها بكيفكم، تقدرون تزيدون تقدرون تقللون. وخاشوقتين من الحليب تقدرون هماتين تضيفون أكثر. أنا بصراحة ما كان عندي غير ذن الخاشوقتين الحليب فخليتهن، يعني إذا عندي أكثر أخلي تقريبا نص كوب، يطلع الطعم مالتها أطيب بتصير هم أخف. ورشة ملح بنات. هنا أنا عندي المواد الجافة هذه، والخمرة مثل ما شفتوا خلطتها بالمي. هنا يا بنات مثل ما شفتوا الكاس اللي خلطت بيه كانت صغيرة، فبدلتها بطاسة أكبر من عندها. هنا هذه الخميرة اللي سويتها وياكم، شوفوا شلون تفاعلت وصارت ما شاء الله يعني ناجحة. هنا أنا راح أفرغها كلها بنات، لأن أنا ماخذتهم قياس، يعني المواد اللي راح أخليها كلها قياس. وطبعا أول مرة أسوي قياسات، أنا عين ميزاني بس لكم يعني إذا على مود يعني تجيبونها بالعدلة. هنا راح أخلي نص كوب روبة أو زبادي يا بنات، شنو يسمونه ما أعرف. راح أخليه ويا الخميرة اللي خليناها، وراح أخلي نص كوب تقريبا إلا ربع شوية، يعني نص مو كامل، تقريبا ربع كوب، العفو، ربع كوب من الزيت مثل ما تشوفون. هنا أنا راح أخليهم مثل ما تشوفون دا أخذ بالقلاص اللي تم أخلي بيه على مود القياسات. راح أخليهم ماتين بيضتين. البيضات تكون لازم بدرجة حرارة المطبخ يا بنات، مو لازم من الثلاجة، لازم المواد كليتها دافية. هنا أنا راح أضيف مي بالتدريج، راح أخذ
خليت أنا تقريبا ربع الكوب مي، وراح أكتفي طبعا بهذا القدر، لأن أنا مخلية ويا الخمرة مي والزيت والبيض هماتين هذني يعني تعتبر مواد سائلة، فراح أكتفي بهذا القدر ويا بنات، يعني ما راح أخلي أكثر مي. والطحين كل واحد حسب استخدامه. وهنا مثل ما شفتوا خليت بيضات 2، ومثل ما قلت لكم يكونون بدرجة حرارة الغرفة، يعني مو من الثلاجة. المواد لازم المي دافي، الحليب إذا تخلون بدال المي، إذا تريدون يعني حليب بدال المي هم ترهم عاد يصير بعد أطيب. هنا أنا بعد ما عجنتها تقريبا 5 دقايق راح أخلي لها خاشوقتين من الزبد. الزبد بنات يعطيها طعم كلش طيب، ويخليها طبقات تصير يعني من تاكلونها تصير طبقات كلش طيبة تصير ومورقة. إن شاء الله افتهمتوا يعني شنو أقول. المهم يا بنات، هنا أنا خليت خاشوقتين من الزبد وراح أعجنها لمدة 10 دقايق. 10 دقايق أو أكثر بكيفكم، إذا عندكم عجانة بعد أحسن، لأن أنا ما عندي عجانة بصراحة، مثل ما تشوفون دا أعجن بالإيد. وهنا هيك العجينة صارت عندي التمت يا بنات، والزبدة اللي خليتها اختفت يعني من عندها، تلابست بكل العجينة. هنا راح أخليها لحد ما تخمر. مثل ما تشوفون لميتها، طبعا خليتها شوية زيت على الوجه على مود تلم زين. فهنا أنا كملتها عجن يا بنات، وراح أغطيها وأخليها لحد ما تخمر. تقريبا ساعة أخذت وياي لحد ما اختمرت. هنا أنا بنات اختمرت، دا أطلع من عندها الهواء مثل ما تشوفون. وراح أول شي راح أسويها شنق، ومثل ما تشوفون الحجم مالتهم يصير صغير. والتشكيل بنات يعني انتو بكيفكم، شو تريد تشكلونه تشكلونه، يعني شو تريد تسوينه انت بكيفك بعد. هنا مثل ما تشوفون شكلتهم شنق صغار، وخليتهم بالصينية وغطيتهم هنا حتى ما ينشفون. وراح أبلش بأول وحدة سويتها. هنا راح أسوي لكم شكل الفلونكة، فلونكة أو فيونكة، ما أعرف شنو يسموها والله. المهم يا بنات، هنا راح أسوي شكل الفيونكة مثل ما تشوفون. دا أخذت يعني شنقة من اللي سويتها، وشوف الحجم مالتها كلش صغير، لأن من راح أخليها بالصينية يا بنات راح تنفخ بعد أكثر وتصير أكبر. فهنا أنا راح يعني هيك راح أسويها على شكل دائري. بعدين بالسكينة راح تشوفون الشكل هسه قدامكم، بالسكينة أقطعها وتعطيني الشكل الفلونك. يعني شغلة كلش سهلة وتنطيكم شكل كلش حلو. والفيديو يعني هو دا يحكي، ما يحتاج أنا أحكي لكم بعد. وهنا طبعا أنا دا أقطع على كيفي على مود السيليكون اللي جوا ما تنقص ويا العجينة، يعني شوي شوي دا أقطع. وأنا ما سرعت لكم الفيديو حتى تشوفون الطريقة مالت الفلونكة شلون تصير. هنا مثل ما شفتوا قطعتها دائرية. بعدين أخذت شريط من النص، الشريط هذا اللي راح نقفل بيه الفلونكة، وسويتها مثلثات، 3 مثلثات بالوسط. هنا هذا المثلث اللي بالنص راح نشيله نوخره، نلازق ذن المثلثين اللي جوا نخليهم على مود تنطينا شكل الفلونكة. مثل ما تشوفون بناتها لازم نلزقها على مود ما تنحل ويانا بالشوي. هذا الشريط اللي قصيناه أول مرة راح هيجي أطبقه جواها. وانتم ما تشوفون صارت عندنا فلونكة كلش حلوة تجنن، وبالشوي راح تطلع بعد أحلى. هنا أنا راح أسوي طبعا أشكال عشوائية من دماغي أني، ويعني شلون ما تطلع هي تطلع، بس أني يعني كلتهم يطلعون حلوات. وأسويهم يعني شكل الكرويسان، أسوي شكل الضفيرة، يعني كيفكم انتم بعد. التشكيل هو عالم مفتوح، فالتشكيل يعني بالكيف. هنا راح افتح هذه، وكنت انا مذوبة زبدة يا بنات، ذوبتها على الطباخ، الزبدة ذوبتها على الطباخ، وراح ادهن بيها العجين. طبعا مو كل العجين ادهن بيها، بس اللي راح الفهم هيك على شكل كروسان. الزبدة هذه بنات تنطيني طبقات كلش حلوة بالعجينة، وتنطي طعم طيب همتين، يعني تخلي طبقات العجينة تصير طبقات، ما تخليها تلزق ناس بناس. فهنا أنا معتمدتها، هذه كل ما أسوي أخلي بيها الزبد. وتريدوا تحشونها بكيفكم، تتحشى بنات كاكاو، تتحشى جبين، تتحشى يعني كل شي كل شي تتحشى. وأنا مثل ما شفتوا سويت العجينة حلوة يعني مو مالحة. والعجينة بكيفكم، تريدون تملحونها تريدون تخلونها حلوة. احنا نحبها حلوة، فما نحبها مالحة.
هنا سويت لكم هذا الشكل الضفيرة. طبعا هذا الشكل كلش حلو يصير يا بنات، بس أنا سرعت هنا الفيديو على مود ما يصير طويل عليكم. هنا راح نسوي شكل الوردات. هذا الشكل كلش حلو بنات، بس أنا من سويته يعني خليت هذه آخر صينية كانت، فكلش اختمرن والشكل مو كلش بين يعني. بس كان هذا الشكل أنا عندي أحلى شي كان هو وشكل الكروسان، حبيت الأشكال الاثنين. وهذا مثل ما شفتوا مدينا العجينة بالشيبك وخليناها تصير هيك شي رقيقة، وبعدين قطعتها بالاستكان قطع دائرية صغار، ومثل ما شفتوا شلون لفيتها، وبعدين لفيناهم ونقسمهم على قسمين يصير عندنا وردات اثنين. فهذه سهلة وحلوة بالشكل. فهمتين طلع عندنا شكل حلو هنا بنات. راح اسوي تقريبا صينية من هذه، بس مثل ما قلت لكم هاي الصينية اخر شي بقت وكلش صارت مختمرة، فالشكل مو كلش بين يعني. لان اختمرت كلش بنات، يعني المفروض اكملها وادخلها رأسا للفرن، بس اني خليتها اخر صينية هذه بقت، وانا كليته لفيته وكملته يعني شكلته وخليته اخر شي شويته بالفرن، لان انا وحيدة دا اسوي. فقلت ما أقدر يعني أشتغل وأشوي يروحن يحترقن. المهم يا بنات، هنا أنا سويت هذا شكل الكروسان مثل ما قلت لكم. هذا الشكل كلش أحبه وصار يعني ميني صغار كلش حلوات. هنا مديت العجينة مثل ما شفتوه، العفو ما شفتوها يعني كنت قاطعة التصوير أنا على مود الفيديو ما يطول عليكم. قطعتها هيجي أنا مديتها وقطعتها بالقطاعة هذه. بس هذا قطاع بنات ما أدري يعني ليش يجي من أقطع بيها تتمايل، ما أعرف ليش منها ومنها هيك تظل تتمايل. وشوف العجينة شلون صارت، التقطيع مالتها ما صار عدل. فالمهم والله سويتها أنا، ما رجعت يعني عجنتها وسويتها كملت شغل بيها. هنا أنا بنفس هذيك العجينة الأولى راح أدهنها بالزبد وألفها شكل الكروسان، تعطي شكل كلش حلو بنات. أكثر شي أنا حبيت هذا الشكل وحبيت شكل الوردات. هنا راح أدهنها كليتها بالزبد بنات وألفها وأسويها صينية بوحدها. أنا تقريبا الأشكال كل شكل سويته صينية بوحدة، بس الشكل الأول الصينية الأولى سويتها مشكلة، هذه اللي تشوفونها هسه لأن سويتها وياكم يعني على مود أشوفكم الأشكال والتشكيل. مثل ما قلت لكم هو عالم مفتوح، يعني تبقون بكيفكم أنتو تبدعون بيه. المهم يا بنات هنا هذه أول صينية سويتها، دهنتها بالبيض وخليت عليها سمسم، وإذا تريدون تخلون عليه حبة البركة هم بانتينا يعني يصير بعد أطيب. ومثل ما تشوفون هنا أنا كملتها، وكملت طبعا كل العجينة، ما بقت عندي عجينة كلها كملتها، سويتها صواني وغطيتهم، وراح أسوي واحدة ورا واحدة أشويهم بالفرن. طبعا هاي وديتها الفرن وطلعتها هسه من الفرن بعد ما انشوت وكملت، وشوفوا الشكل كلش حلو صار بنات. هنا أنا راح أرش عليها هيك رشة خفيفة من الزيت وأغطيها بالخاولي، وبعدها يعني أخليها تبرد يلا أوخر الخاولي من عندها. وهنا بعد ما بردت شوفوا الهشاشة شلون صارت، طبعا جنن بنات كلش حلو صار الشكل مالتها، والريحة ترست المطبخ يعني ريحة المعجنات تجنن بعد. وهنا هاي الكمية اللي سويتها وياكم تقريبا صارت عندي 3 صواني بهذا اللي شفتوها مالت الفرن، وهذا الشكل مالتها. وشوف التوريقة اللي قلت لكم عليها بنات، الطبقات كلش حلوة صايرة يعني كلها صايرة طبقات. وأتمنى البنية صاحبة التعليق تكون شافت الفيديو وتكون استفادت من عنده، وأتمنى أنتم همات إن شاء الله تكونوا استفاديتم من الفيديو ولو بشي بسيط. ولهنا وصلنا لختام الفيديو وياكم، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإذا حبيتوا ما تنسون تخلوا لي لايك وتشتركون بقناتي، وهستأذنكم في أمان الله وحفظه، وأنتظركم بفيديو جديد إن شاء الله. وأحبكم هواية هواية هواية، ومع ألف مليون سلامة.